مساء الخير وبودكاست شريف واصحابه. معانا شخصية قدرت تنجح في حياتها وتسيب البصمة بتاعتها، وكل واحد في صحابي وليه حكايته. معايا النهاردة حبيبي وصديقي واخويا الدكتور محمد أسامة حجازي، استشاري جراحات الانف والاذن والحنجره. اهلا وسهلا بيك في بودكاست مع شريف. حبيبي اهلا بيك، نورتني النهارده. ربنا يخليك حبيبي، ده نورك والله. انا بشوف ان احنا الاثنين مجتمعين في حاجات كتير. اكيد احنا الاثنين الحمد لله دفعه واحده طبعا، واصدقاء خريجين جامعه واحده. اكيد الحمد لله اختلفنا بس في التخصصات بتاعتنا لما في الاخر اتخرجنا بس. وبنجتمع في حاجه مهمه جدا برضه، ان احنا الاثنين من نفس المحافظه، مظبوط. محافظه دمياط. حاجه تانية برضه نفس السيم فاميلي بزنس. طبعا. بس انت كملت زي والدك بالظبط، رحمه الله عليه، الله يرحمه، وانا كملت زي والدي رحمه الله عليه. الله يرحمه. معاك حق. دكتور محمد أسامة حجازي، استشاري الانف والاذن والحنجره. اول سؤال هساله لك، ابتدى حلم الطب ازاي من الطفوله؟ من الطفوله كنت بروح مع الوالد دايما زمان العياده والمستشفى، فكان بيستهويني جدا قصه ان حد يتخدر ويتعمل له عمليه وبعد كده يقوم يحس بفرق. حكايه ان انت تقدر تعمل فرق كبير عند الناس، ده كان حاجه بتستهويني من وانا طفل. يعني ما من عمر 6 أو 7 سنين وانا بروح مع الوالد الشغل. فكانت دي بدايه القصه يعني اول مره دخلت غرفه العمليات كان عندك كام سنه؟ 6 أو 7 سنين في الرينج ده. 6 سنين ده بدري قوي. اولموست وما خفتش من خالص اوضه العمليات خالص. او منظر الدم او اي حاجه؟ لا خالص. كان الموضوع بالنسبه لي يعني لطيف، وكنت مبسوط جدا ان انا شايف والدي بيشتغل. طبعا يعني حاجات انت المكان ده بتبقى انت السوبر هيرو بتاعه. طبعا. او انت بتبقى الالفا في المكان ده، كانت حاجه بتبقى ممتعه جدا، وانا شايف والدي قدامي هو اللي بيمانج كل حاجه. دي كانت حاجه لطيفه حاجة جدا جميل. وطول عمري نفسي ما اكبر ابقى زيه يعني. في الثانويه العامه بقى عملت ايه علشان تقدر تدخل كليه الطب؟ والله الواحد موت نفسه على قد ما قدر. انت فاكر طبعا دفعتنا في ثانوي كانت الامتحانات فيها كانت شنيعه، والحمد لله ربنا اكرمنا وعرفنا ندخل الكليه. احنا الاثنين دخلنا جامعه خاصه. ده حقيقي. انا مجموعي فرق عن كليه فرق الطب بالظبط. كانت حاجات بسيطه، كانت حوالي انا كان درجه ونص تقريبا عن طب. انا فرقت 2%. تقريبا. انت فرقت درجه ونص درجات. درجات بسيطه. يعني ما يجيش 1% كمان. ما يجيش 1%، بس هو كانت حاجه بالنسبه لنا كانت مهمه، وما ينفعش ان احنا نشتغل حاجه تانية في الاول. جامعه مصر الحقيقه كانت من الاماكن الحلوه اللي احنا اتعلمنا فيها، وكانت احلى حاجه فيها الناس اللي شفناها اكيد، والكوميونتي اللي كنا قاعدين فيه. طبعا. وكانت من اقوى الجامعات الخاصه في التوقيت ده. دي حقيقه. ده فعلا يعني كان المذاكره فيها كانت كل شويه، كنا بنمتحن كل اسبوعين لو تفتكر. فكانت الدنيا دايما عندنا مش مرتاحه زي اي جامعه خاصه تانية يعني. اول يوم ليك في كليه الطب، نصيحه الوالد كانت ايه؟ هو يعني كان فيها ان انت تحاول تاخد بالك من الدروس بتاعتك، تبعد تماما عن اي تيارات سياسيه او اي ناس ليها اتجاه سياسي جوه الجامعه. لدرجه ان هو كان جاب لي حد صديقه من اعضاء مجلس النواب ايامها، وقعد معايا شرح لي الناس في الجامعه بتبقى التيارات السياسيه بتاعتها المختلفه شكلها ايه. طبعا ما شفناش ده في الجامعات الخاصه، بس يعني كانت قصه قبلنا مثلا ب5 ل 10 سنين كانت الكلام ده كان بيحصل فيه. ناس كتير بتجتذب خارج الاطار يعني. فكان دي كانت اول حاجه. تاني حاجه موضوع بقى انك تركز على يعني دروسك او المكان اللي انت رايحه، عشان هتأدي فيه حاجه معينه، ما تلتفتش لحاجه تانية خالص، تنجح في اللي انت بتعمله بالظبط. فكانت الحمد لله الدنيا كانت ماشيه معانا كويس من الاول. وكنت ايامها مقيم مع جدي وجدتي رحمه الله عليهم يعني. يا رب يرحمهم. يعني انت عارف ما كانش ليا الاول سكن في القاهره، فكنت من دمياط. انا جيت لك البيت ده. فقعدت عند جدي وجدتي، وبعد كده نقلت في عماره بتاعت جدي وجدتي لما اخويا جه القاهره برضه دخل اسنان القاهره. قعدنا بقى في عماره بتاعت جدي رحمه الله عليه برضه. يا رب يرحمه رحمه واسعه. الله يرحمه. الله يرحمه. طيب تأثير الوالد كان ايه عليك خلال فترة الدراسة بتاعتك؟ هو مش فترة دراسة بس، والله للأسف ده في حياتي كلها يعني. يعني زي ما قلت لك من واحنا صغيرين، قصة ان انا نفسي ابقى زيه في شغله، دي كانت حاجة مستهوياني بشكل كبير جدا، لدرجة انا ما كنتش شايف نفسي انفع اشتغل حاجة تانية خالص. ايوه. في اثناء الدراسة برضو، حتى لما كنت بنزل انا من وانا في سنة 4 كلية، وانا بنزل بقى الشغل بانتظام. كنت بنزل الخميس والجمعة لما بناخد الاجازة. كنت بنزل اقعد معاه العيادة يعني في اخر الاسبوع، فما كانش بيبقى عندي يعني اجازة غير يوم الجمعة بس. ففضلت على كده من سنه 4 لغايه ما خلصت، وبدات معاه شغل الحمد لله. الحمد لله. فضلنا على نفس المسار، وكان مهتم جدا بالتعليم بالنسبه لنا يعني. انت عارف طبعا شغلنا خاصه لما تبقى عايز تبقى جراح في تخصص معين او سوبر سبيشاليتي،
الكليه او الكلام العادي مش هيبقى كافي خالص ان انت تبقى مميز في الشغل. طبعا. فده بيحتاج ان انت تاخد ورك شوبز كتير وتشتغل في اماكن كتير عشان تقدر توصل لمستوى تقدر تبقى بيه مميز فكرة ان انت تكون مميز وما تبقاش عادي، بالظبط. دي حاجة مهمة جدا، هو ده اللي هيفرق. لان كل دكتور سنه عن اشوف التاني. كليات طب بتخرج اعداد كبيره جدا. طبعا. مش دي كل حقيقة. الناس بتتخرج بتبقى مستواها كويس، ومش كل الناس اللي بتتخرج بتقدر تعمل يعني حقيقة. فرق، او ان هي تبقى يعني مشهوره، او ان هي تقدر تشتغل بشكل مميز ان الناس تبقى مبسوطه منها في الشغل يعني. فده بيحتاج طبعا سنين طويله، يعني احنا اتمرمطنا كتير. الحمد لله. الحمد لله. احنا الحمد لله ربنا اكرمنا وتخرجنا 2006. مظبوط. دفعة 2006 مظبوط. جالنا تعيين في الجامعة احنا الاثنين. ده حقيقي. تعيينك في الجامعة كان مختلف عن الأنف والأذن. عن الأنف والأذن والحنجرة. احكي لنا بقى المرحلة دي كانت عاملة ازاي؟ الوالد كان مصر ان انا اكمل في الجامعه، وكنت مصر ان انا ما اخدش التكليف بتاعي. كان جالي كوميونتي ميديسن، كنت طالع 13 على الدفعه. وكنا تعينا 13 واحد في السنه دي، فكنت انا الوحيد اللي ماليش اختيارات. ايوه. فميزه يعني هو اصر بقى وقال لي حتى لو عايز تحضر انف واذن جنب الكوميونتي مفيش مشكله، لكن تكون ستاف جامعه. خليك في الجامعه وكده. وقعدت بس ما قدرتش اكمل اكتر من 3 سنين. وبعد كده بقى كان ليا ظروف شخصيه كده خلتني يعني استقيل او امشي من الجامعه بشكل نهائي واتجه للانف والاذن بشكل متفرغ بعد كده. اوقات الظروف الصعبه انا بحسها بتكون تدبير سبحانه من ربنا طبعا. سبحانه وتعالى. صح. ان انت يكون ليك باب خير يتفتح وانت ما انتش شايفه. طبعا الحمد لله. حصل ازاي ده في حياتك؟ اول حاجه طبعا انا قعدت في الجامعه من 2008 من 2008 عشان احنا دخلنا الجيش الاول، بعد كده بعد الجيش رجعنا تقريبا مش فاكر كنا في 2007 او 2007 خلصنا الامتياز. وبعدين 2008 الجيش خلصنا الجيش، او 2000 في اخر 2008 مش فاكر. وبعد كده تعيننا. انا فضلت موجود لغايه قبل الثوره ب 13 يوم. كان حماية رحمه الله عليه كان الله يرحمه كان بيعاني بقى طبعا ايامها من ورم في جذع المخ، وكانت فتره عصيبه بالنسبه لي جدا لان كنت بحبه ورحمه بتحب الراجل ده جدا. كنت بعشقه يعني. الله يرحمه رحمه الله عليه. فكان ايامها طبعا يعني عشان نقدر نتابع حالته وكده كان الموضوع خد مننا وقت طويل. وكان للاسف كانت حاجه يعني اند ستيج برين ستيم استروسايتوما، فكانت حاجه ملهاش علاج. خدنا يعني كان سافر بقى كذا مره بره، وفي الاخر وصلنا ان هو يعمل جلسات جاما نايف هنا في المركز الطبي العالمي. في التوقيت ده انا كنت مش قادر اسيبه بقى، فكنت بروح له يعني مقيم معاه بصوره مستمره. فاضطريت ان انا اغيب عن الشغل في الفتره دي كتير. ايوه. فاول انذار بالفصل جالي من الجامعه من الشغل بتاع الجامعه، رحت مقدم استقالتي على طول. سبحان الله. وقلت بقى الخيره فيما اختار الله، يبقى انا كده اكمل انف واذن. الحمد لله كان احسن قرار خدته. يعني ما اعتقدش ان انا لو ما كنتش كملت زي ما انا مشيت كان وضعي كان هيبقى احسن خالص. طبعا. بالعكس الحمد لله، يعني انا مبسوط من نفسي جدا الحمد لله. دايما سبحان الله وراضي. حاجات دي اهم حاجه الرضا. الحمد لله الحمد لله. في حاجات كتير بتحصل في حياه كل واحد بنفتكرها في الاول ان هي حاجه وحشه. طبعا. بعد كده بتكتشف مع الوقت، وده اللي قصر نظرنا، انه ده الخير اللي بالزبط. ربنا كاتبه وانت مش شايفه. ده حقيقي فعلا. بعد كده كملت في الانف والاذن بقى مع خدت الماستر ايامها من جامعه بنها. وبعدين بدات شغل بقى مع الوالد. كان ليا يومين على فكره قبل ما امشي من الجامعه كنت بشتغل برضه يوم الخميس فقط. يعني كنت بنزل بشتغل في عياده الوالد خميس بس، ومن السبت للاربع في الجامعه. فلما استقلت بقى خلاص بقى عندي وقت اكتر. لقيت بقى طبعا في برانشات كثيره جدا كسوبر سبيشاليتيز في الانف والاذن محتاج ان انت تتعلمها. طبعا كنت بقى في الجامعه ومستقيل، ما انتش بشتغلتش انف واذن في مكان. وكان ايامنا احنا بقى في التوقيت ده كان الكورسات اللي هي بتتعمل مثلا لجراحات المناظير او الجراحات المتقدمه بتاعه الاذن او تجميل الانف او الكلام ده، كنت بتحتاج يعني الكورس كان بيتعمل مره مثلا في السنه. يعني جامعه القاهره كانت بتعمل كورس مره في السنه. مره واحده. وعين شمس نفس القصه. وحتى لو كانوا بيعملوه اكتر من مره كان اللي اخدوا في سنه ما ياخدوش غير لما يعدي عليه سنه ثانيه. فكنت عشان تتعلم كان الموضوع بياخد وقت طويل جدا، خاصه ان انت دلوقتي مش في مستشفى، ومش في مستشفى في مكان كمان عليه ريت شغل تقدر تتعلم فيه حاجه زي مش مستشفى تعليمي او في مستشفى جامعه يعني. فايام ما لجأت بقى للكورسات الخاصه بره مصر، فكنت بسافر الهند. انا سافرت الهند حوالي 6 مرات، اتعلمت كل الحاجات هناك.
بعد كده يعني بس خدت طبعا البيزكس هنا الاول، الكورسات وكانت كورسات كل عظيمه مرة جدا. كنت بتسافر بتقعد قد ايه وقت بقى؟ يعني اطول حاجه قعدتها كانت 3 اسابيع. دي 3 كانت أسابيع. كانت دايما الكورسات بتبقى اسبوع. أها. هي هنا اللي موجوده في مصر هنا كانت بتبقى مثلا يوم او 2. فكنت باخدهم هنا، بخلص اللي هنا كلهم، وبعد كده لقيت بقى ان انا محتاج ان انا اشتغل على كميه اكبر. في الهند كان الموضوع ده كان متاح ان انا اقدر اشتغل على اكتر من حاله، في لغايه ما الحمد لله يعني اول حاجه عملت لها يعني ان انا خليتها الحمد لله كويسه عندي، الجراحه بتاعت المناظير بتاعت الانف. بعدها سافرت تاني عشان اتعلم الودان. بعدها سافرت تاني عشان التجميل. فالحمد لله الدنيا مشيت يعني، غير طبعا الكورسات اللي بتاخدها بقى في العالم كله. بس يعني اكتر حاجه كان فيها هاندز اون وانت بتشتغل على حالات كنت ايامها كانت الهند. الهند. بالظبط. انا عارف ان الاطباء الهند شاطرين شاطرين، هم في شغلنا مصنفين ما شاء الله، منهم ناس كتير مصنفين. وميزتهم ان هم يعني بيشتغلوا السهل الممتنع في حالات كتيره جدا. عندهم حالات اكستريم جدا في بعض مثلا الاورام عندنا زي ورم كده اسمه انجي فابروما، ورم دموي في الانف. ده من الحاجات طبعا العمليات الخطيره جدا. هم هناك بلاقي ناس صغيره جدا في السن بيشتغلوا من كتر ما الحالات عندهم اجريسيف يعني. فبتلاقيهم بيشتغلوا بتكنيكس لطيفه. بيشتغلوا كتير. كتير جدا. الريت غير عادي. الحاجات الطريفه مثلا هناك، احنا هنا اول حاجه بنتعلمها انك تشيل اللوز. في الهند حاجه اسمها تونسيلكتومي اراديكيشن بروجرام. فما عندهمش عمليات لوز كتير، فبالنسبه لهم اللي بيشتغل لوز ده حاجه عظيمه ما شافوهاش قبل كده. ده انا اتخضيت منهم لما رحت يعني، ما كانش عكس يعني عندنا يعني. عكس عندنا. في حين ان مثلا حاجه زي جراحه تغيير عظمه الركاب دي من الجراحات المتقدمه عندنا في الودان. مش ناس كتير بتشتغلها كويس. لقيت هناك الناس اللي عندها 20 سنه 25 سنه بيشتغلوها. ولقيت في لسته في المستشفى، اول مستشفى رحتها هناك كانت في حته اسمها هيدراباد، بتاع الدكتور اسمه راو. كان عندهم تغيير عظمه الركاب ده ارخص من عمليه اللوز. عمليه اللوز اغلى عمليه في الليسته. يعني كاتبين لسته اسعار على الباب بتاع المستشفى. لقيت فيهم اللوز دي اغلى عمليه وارخص عمليه تغيير عظمه الركاب. كمان هم متطورين في موضوع الزرع بتاع زراعه القوقعه بتاعت الاذن دي ما شاء الله بيعملوها بس كتير. الحمد لله هنا في مصر خلي بالك دلوقتي من اعظم الدول في الشرق الاوسط اللي عامله كذا برنامج لزراعه القوقعه موجوده في مصر. ما شاء الله. جامعه عين شمس عامله برنامج متقدم جدا. جامعه اسكندريه، جامعه المنصوره من انجح الجامعات في مصر في زراعه القوقعه. ما شاء الله في كذا مكان في مصر يعني عاملين فيه شغل جامد جدا، عاملين ريت حراري غير عادي. بس على ايام ما احنا طلعنا كان الكلام ده قليل لسه. يعني كان لسه مش موجود بالكثره دي. كان زمان لازم تروح مكان تاني عشان لو انت عايز تتعلم محتاج تمارس كتير او تشتغل على حالات كتير. فكان ده متوفر ايامها في الهند. دكتور محمد حجازي، بعد السفريات كتير سافرتها اتعلمت فيها اكيد حاجات كتير. اكيد. ايه اكتر حاجه حسيتها فرقت معاك في السفر؟ يعني اكتر حاجه لازم تؤمن بيها هو اختلاف البشر. وانك تتقبل الثقافات المختلفه. دي كانت من الحاجات فعلا اللي كان في الاول كانت يعني بتواجهني مشكله مثلا، خاصه في بلد زي الهند على فكره. بلد زي الهند فيها اكتر من 400 ديانه. يعني فيهم ناس مختلفين جدا، والبيت الواحد نفسه يبقى فيه حاجات مختلفه. حتى المناطق نفسها، في مناطق بتاعت السيخ بيعبدوا النار ليهم معابد شكلها معين. فكنت انا لما بروح في الاول كنت بستغرب ازاي بيعملوا كده والكلام ده. وبعد كده رحت اماكن تانية برضه شفت الهندوس بيعبدوا البقر في مكان تاني. في ناس ليها آلهة متعددة زي القرود والفيلة والكلام ده. فالاول كنت انا عندي صعوبة كبيرة جدا في تقبل الناس. طبعا. او يعني ممكن اقول لك كنت بغلط وبواجه الموضوع في بعض السخرية الى حد ما. ولكن لحد ما قابلت حد من اساتذتي مرة وقال لي خلي بالك هم برضه هيبصوا لك نفس البصة. يعني لو حاجة ليها بعد مثلا ديني أو طائفي أو الكلام ده، تعود دايما إنك تحترم الناس بالنظام اللي هم ماشيين بيه، بالطريقة اللي هم ماشيين بيها. ومن اليوم ده فعلا أنا ماشي بهذه الطريقة. لا أنتقد عليها والديانة اللي تحكمش على حد. كل واحد حر في معتقداته، في طريقته في المعيشه والكلام ده، طالما ان هو ما بيأذيش حد او ما بيتعرضش لحد او ما بيضرش حد. ودي كانت حاجه مريحه نفسيا جدا بالنسبه لي لما قدرت اوصل لان انا ابقى كده. النتيجه دي طبعا. يعني دي اكتر حاجه حسيت ان انت استفدت بيها. طبعا. الحاجه الثانيه بقى انت تشوف طبعا الاختلافات بتاعت الناس. تشوف طبعا بقى نظام مختلف في المعيشه، في الاكل، في اللبس. ده غير الصعوبه كمان. خلي بالك انت ما بتسافر اماكن مختلفه كل مكان له نظام وله تحديات. لو واحد ما سافرش خالص مثلا
هيبقى دماغه متعوده على الناس او النظام اللي هو شايفه في حياته. مجرد ما بتسافر انت في بلد مثلا، اول ما تنزل هتاكل ازاي؟ طب ما ممكن يكون الناس دي بتذبح بطريقه معينه مختلفه عن الطريقه بتاعتك. طب انت هتجيب منين الاكل اللي انت بتعرف تاكله؟ حكايه انت تبدا تدور او تبدا تعرف المكان بتاعك نظام اكله ايه، هتلبس ايه، الكلام ده بيخليك على فكره مستمتع جدا. انت بتعمل حاجه هتخدم او بتقوم بالعمل اللوجستي لنفسك ان انت تقدر تسرفايف في المكان ده. ده كان ايه لطيف. اكتر اكله بقى حبيتها في الهند؟ بصراحه مفيش ولا واحده؟ ولا واحد. واول مره ده كان يعني زي ما بقول لك، هو الاستعداد اللوجستي. اول مره سافرت كنت مسافر عني هلاقي اي حاجه اكلها وهعرف اكل. طبعا انا مش عايز اقول لك، انا خسيت 12 كيلو في اسبوع في الهند. مش لاقي حاجه اكلها خالص. ما عندهمش عيش زينا مثلا تشتريه من السوبر ماركت، ممكن تلاقيه في مكان تاني الكلام ده افيلبل يعني، ما فيش فيه مشكله. عايز تاكل مثلا ماكدونالدز، مفيش عندهم. مفيش. كنت في حته بتاعت هندوس، مفيش حاجه اسمها لحمه. مفيش لحمه. اول ما دخلت الناس كانت يعني كانت هتمسك فيا بسبب ان انا عايز برجر، وما فهمتهم ان ده لحمه. كانت الناس بتتخانق معايا، ما سابونيش غير لما فهموا ان انا مش من هنا وان ده اول يوم ليا هنا. فيعني ايه، هم حسوا بقله احترام للثقافه اللي انت، أو الثقافه بتاعتهم يعني. في اماكن تانية ما كنتش بقى واخد معايا اكل من هنا. المره اللي بعدها ما سافرت اتعلمت، خدت معلبات وخدت الكلام ده. لازم تدرس الجو بتاع المكان، انت رايح في مكان حر ولا برد، هتقيم فين. دي كانت ازمه كبيره جدا طبعا. في اماكن اللي فيها التعليم الكويس اللي انا كنت بروحها ما كانش فيها فنادق كويسه، مش معظمها كانت في السنتر بتاع دي مشكله كبيره دي. فكانت حاجه الإقامة هتبقى صعبة. طبعا. انا عايز اقول لك، انا كنت بقيت قبل كده في مكان في مستشفى، دي الاوضه الوحيده اللي لقيناها افيلبل. كنا نايمين وكان في حوالي اكتر من 30 سحليه وكبار كلهم على السقف في الاوضه. اللي نفعني هنا النومه بتاعت الجيش، التقفيزه بتاعت الجيش اللي انت بتقفز وتقفل، تنام بالشوز وتدخل البنطلون جوه الشوز وتقفل عليه وتعمل فتحه صغيره للتنفس، تنفس بس من مناخيرك. ده كان يوم تاريخي يعني، بس عشان كان دكتور هيقابلني. قعدت كام يوم كده بقى؟ قعدت يومين. كان دكتور هيجي لنا يومين يعلمنا حاجه معينه، حاجه اسمها الاوزيكلوبلاستي، اللي هو ازاي توصل العظم عشان السمع في الودان. بس هو العلم يستاهل ان انت تضحي التضحيه دي. يستاهل طبعا. يستاهل طبعا. يستاهل عشان يعني سبحان الله، يعني ربنا يجعلك سبب ان انت تنقذ حد في اوضه العمليه. اكيد. في اماكن كتير بقى مختلفه يعني. الدول الاوروبيه طبعا برضو نظام الاكل عندهم غير. البرد والحر في اماكن مختلفه كتير، مختلف تماما. لازم تبقى عارف مثلا. انا بالنسبه لي مثلا كنت بدور اماكن، يعني ما عرفت بدات ادور على الاماكن بتاعت الاتراك اكل فيها، لانهم بيذبحوا مثلا زينا او الاكل لينا ولا الاكل التركي بالظبط. الحاجات دي كده يعني، فبتبقى يعني لطيفه. الدول العربيه برضو ليها نظام مختلف في بعض الاماكن على فكره، برغم ان هم مثلا ليهم ثقافات شبهنا كتير ونفس الديانه اولموست يعني، ولكن ليهم اكل برضو مختلف تماما. حكايه انك تتقبله ده برضو حسب من شخص للتاني. الجو برضو نفس القصه، طبيعه الناس نفسها. في اماكن على فكره، الاماكن الحاره مرتبطة جدا بالسلوك العنيف شوية، والأماكن الباردة فعلا مرتبطة بالسلوك الهادي. طبعا ده لاحظته كتير. طبعا كل قاعدة ليها شواذ، لكن كان ده ملحوظ كتير يعني. بس ده بيعلمك تتعامل مع الناس مختلفة، تعرف تأقلم نفسك ازاي، انك تقدر تعيش في ظروف مش بتاعتك. فده بيعلمك تسرفايف اصلا في حياتك يعني. من الدروس المستفادة ليك يعني. طبعا من الحاجات الجميلة اللي انا عارف ان انت بتعملها هي عملك السياسي. انت دلوقتي ما شاء الله امين مساعد أمانة ريادة الأعمال المركزية في حزب مستقبل الوطن. مستقبل الوطن. أنت شايف الحياة السياسية دي أنت أضفت ليها إيه وهي أضفت ليك إيه؟ والله أنا بدأت السياسة من أكتر من 7 سنين. كنت الأول أمين إعلام في دمياط، أمين إعلام مستقبل الوطن برضه في دمياط، وبعد كده قعدت فترة وبعدين توقفت. كان اللود بتاع الشغل كان كبير جدا في الفترة دي، مش قادر انظم وقتي، فاضطريت ان انا اخد هدنه وبعد كده رجعت تاني. ان انت ما تقدرش تنظم وقتك بين عمليات. اكيد. الفكره في العمل العام حكايه ان انت تحاول تقدم فرق او تتسبب في ان انت تقدر تخلي الناس ظروفها احسن باي وضع من الاوضاع، سواء كان بعلاقاتك او بوضعك الاجتماعي او بوضعك السياسي او الكلام ده بيبقى شيء جميل جدا انك تقدر تعمل فارق على قد ما بتقدر. بالظبط زي ما بتحط في اوضه العمليات. بالظبط نفس القصه. حد عايز يعني نفس الجزء السياسي طبعا، الجزء التشريعي ده خاص بالنواب، ولكن الاحزاب في نفس الوقت بتقدر تعمل اي يعني نشاطات كثيره جدا خيريه للناس في مختلف المجالات.
مستقبل الوطن من الاحزاب اللي هي عملت نشاط واسع يعني بالنسبه للناس اللي هي محدوده الدخل في حاجات كتيره جدا. منها احتفاليات مثلا عشان الناس تتجوز، بيساعدوا في تجهيز ناس، في ندوات تثقيفيه كتير لناس عشان تقدر تدخل سوق العمل. امانه رياده الاعمال مثلا انا فيها. رياده الاعمال كمفهوم مبسط من الحاجات اللي هي ازاي تحول فكره صغيره بفلوس قليله جدا لبروجكت ممكن يضرب ويبقى اتباع بمليارات. حاجه مثلا زي سوق اتباع الامازون، وهو كان سوق ده بدايته كلام فاضي يعني فلوس بسيطه، دي حقيقة. وبعد كده اتباع الامازون برقم كبير. دي الفكره بتاعت علم رياده الاعمال. فدي من الحاجات اللي دلوقتي بقى الامانه عندنا بتحاول تعمل حاجه زي كده، وانها تستقطب رؤوس الاموال بتاعت المستثمرين وتوفقهم مع الناس اللي عندها افكار، وفي نفس الوقت تعلم الناس دي ازاي توصل لافكار كويسه بحيث ان هم يقدروا يخشوا في المجال ده ويقدروا يعملوا فيه منافسه كويسه. انت شايف ان انت قادر تمانج الوقت بتاعك ازاي؟ هو طبعا الموضوع صعب جدا، بس يعني ما انت مع الوقت بتبدا تتعلم الموضوع ده. يعني وانت صغير شويه بيبقى الموضوع صعب جدا، عشان انت بتبقى جهدك منقسم من حاجات كتير. في جزء لازم تقعد تتعلم يوميا، جزء تاني بتاع شغلك، جزء تاني بتاع التزامك بمستشفى او بمكان حكومي او الكلام ده. لما بتكبر شويه بتبقى مثلا في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي بيبقى الدنيا اسهل الى حد ما في المانجمنت، برغم طبعا ضغط الشغل بيبقى اكبر، ولكن تقدر تمانج الناس. بتبقى وانت في سنك ده تقدر تستناك شويه، متعودين يستناك وانت صغير محدش هيستناك، فلو انت مش موجود في غيرك. سؤالي المهم بقى عشان اللي بيواجهنا كلنا، اي حد عنده شغل كتير، الاهل في البيت بيتقبلوا الموضوع ده ازاي؟ ان انت دايما مش موجود. والله اقول لك على حاجه، كان زمان دكتور فؤاد عباس رحمه الله عليه، الله يرحمه، كان هو استاذ انف واذن والحنجره في جامعه مصر للتكنولوجيا وجامعه عين شمس، وكان رئيس القسم عندنا في الجامعه. كان دايما له كلمه مشهوره قوي، الدكتور ده زي سواق القطر، مش هيقف عشان حد. دي كانت مشكله كبيره جدا طبعا. لما انت تطبع الناس على طبعك او الناس اللي حواليك على طبعك، لازم يعرفوا كده. وقتك مش بتاعك. تعبير دقيق زي سواق بالظبط، مش هيقف عشان بالظبط. اللي عايز يركب معاك يركب، اللي عايز ينزل، لكن انت لا هينفع تهدي ولا تمشي ولا توقف غير حسب ظروف القطر اللي انت ماشي بيه. هو لو محطه يقف فيها هيقف. دي حاجه كلنا بنواجهها طبعا، ان انت لما بتغيب عن البيت فترات طويله طبعا في اهل بيتفهموا ده. هو انت محتاج تتجوز بطله، يعني اللي تبقى مرات دكتور دي بتبقى دي حقيقه وضعها بيبقى صعب جدا، لان بيبقى المسؤوليه كلها عليها في ايشوز كتير، منها طبعا مينلي تربيه الاطفال، يعني سلوك ومشاكل شخصيه والكلام ده. انت جاست بتمانج في الاخر لما بتتناقشوا مع بعض مثلا في اخر اليوم في اي حاجه كبيره. انت اوقات كتير حتى التليفون انت ما تقدرش ترد عليه. بالظبط، ده حقيقي. ديورنج العمليه وانت شغال انت مش هتعرف ترد. صح طبعا. الموضوع كان بيبقى مأساة في الاول، على بقى ما تتطبع والناس تفهم ظروفك ايه او البيت يفهم ظروفك ايه والامور بتمشي الحمد لله. هي دي بتبقى مشكله اساسيه عند اي حد فعلا مشغول دايما. ده اكيد يعني دي حقيقه. طيب سؤالي التاني ليك بقى، الاستريس مانجمنت بتاعك بتعمله ازاي؟ والله بص، دي من الحاجات اللي هي يعني مش تقدر انت تحكم عليها بنفسك. انت عارف طبعا انا يعني طيب وكل حاجه، بس يعني ستريسفul جدا اصلا، وبسبب كده بعاني من هايبرتنشن بقالي سنين طويله. انا كده نفس المشكله دي، ابان هادي لكن من جوايا ولكن يعني لكن في الشغل الحمد لله ربنا هو اللي بيلهمك ان انت تبقى هادي جدا ساعه لما يبقى في مشكله او ان يحصل حاجه فيها عايزه منك يعني تركيز جامد او الكلام ده، بتلاقي نفسك في منتهى الهدوء ربانيه من عند ربنا سبحانه وتعالى لغايه ما الازمه تعدي وتبقى تمام والدنيا تمام. ممكن تبقى تنهار لوحدك بعد كده مفيش مشكله، لكن الحمد لله عمري ما عانيت من لو في ظرف طارئ استدعى ان انا اكون في يعني بكامل قوتي وتركيزي، والحمد لله حصل فيه حاجه. فبقى دايما في منتهى الهدوء وده على عكس طبيعتي تماما الحمد لله. بس دي اعتقد انها ماليش اي تدخل فيها، دي حاجه من عند ربنا الحمد لله، عشان الناس او الارواح اللي بتبقى تحت ايدك يعني. الحمد لله. وانس ان الموضوع او الازمه انتهت او الدنيا مشيت كويس بتلاقي الامور الحمد لله. بتحب تعمل ايه لو انت حسيت ان انت عايز تريح او تهدى خالص؟ انا بصراحه بعمل عاده سيئه جدا ان انا بشرب سيجار.
فبالنسبه لي لما بعوز افصل عن الدنيا خلاص بقى في بشرب تليفوني السيجارة. واقعد في البلكونه او في مكان. في انت عارف عندنا في دمياط في راس البر، عارف كافيه العايم اللي هو جنب طبعا اللسان جوه البحر. جوه البحر. تروح تقعد في الاول خالص تولع السيجاره تقعد مع السيجار نفسك بتاعك وتقعد ما تتكلمش مع حد تقفل تليفونك. دي امتع لحظه في حياتي. ده الاستريس. ده يعني ستريس ريليف. تفضي البالونه بس. دي حقيقة. بس يعني للاسف انت ما بتلحقش تفضيها كتير يعني. هو وانس انت لقيت اصلا ساعه عشان تعرف تخطفها في حاجه زي كده ترجع تقول تروح تلحق الولاد قبل ما يناموا احسن. ايه اكتر موقف حصل لك وانت بتشتغل حسيته ستريسفول قوي وحسيت ان انت بتقول لنفسك انا ايه اللي دخلني الشغلانه دي؟ انا عايز اقول لك ان بسبب المواقف دي انا بفكر ان انا يعني اي حد من اولادي يحاول يطلع دكتور وما دخلوش. بتقول له لا؟ طبعا انت مثلا انا في تخصص زي الانف والاذن. انت الناس بتبقاش يعني تبقى جاي على اسمك انت، ما حدش له دعوه بحاجه خالص غيرك، ما يعرفوش حد غيرك، ما لهمش غيرك. فيبقى مثلا انت بتعمل لحد عمليه ممكن يقرست يعني قلبه يقف بسبب تخدير مثلا او من غير سبب. يعني مثلا ممكن واحد يجي له اي حاجه عنده الرجي ممكن تظهر من حساسيه من حقنه. ايوه دي حقيقه. حتى دكتور التخدير بيبقى عمل اللي عليه، بس اراده ربنا دي نفسها مهما انت عملت كل حرصك في الحياه هتقدر تعمل ايه لو ربنا مش عايز؟ مش تقدر. بالظبط. المهم ان انت بتبقى عامل حسابك وبتاخد احتياطاتك، بتعمل كل حاجه عليك عشان من جواك ما تبقاش حسيت انك مقصر. فلا في مواقف كتير كانت ستريسفul يعني، بس الحمد لله يعني الحمد ربنا بيستر وبتعدي على خير. والله يعني فالحمد لله. فعلا دايما المقوله دايما نقولها مع كل اصحابي، حتى بقول لك دايما جدران المستشفيات شاف الدعاء اكتر من جدران المساجد. طبعا في حاجات كتيره فعلا خلي بالك بتعدي بيا رب يعني انت مجرد ما يعني بتبقى في كرب كبير او ان انت عندك حاجه فوجئت باي موقف فوجئي حصل والكلام ده بتقول يا رب وانت شغال تلاقي ربنا يسرها فرجها وعدت الحمد لله يعني. ما اصل يا رب مش ليك لوحدك، ليك وللمريض اللي تحت ايدك يعني وللناس كلها طبعا. ربنا يا رب يديم علينا ستر وفضله يا رب يعني. طيب ايه موقف حسيت ان انت عملته مع مريض حسيت ان دعا لك دعوه حلوه فضلت الدعوه دي معاك لحد دلوقتي؟ لما بيبقى مثلا هو كذا موقف مش موقف واحد بس فعلا اللي بتقدر تعمل له فرق كبير جدا في حياته. الناس مثلا ما بتتنفسش كويس. يعني دي ناس كتيره جدا يعني الحمد لله ده اكتر يعني مجالي اكتر الانف دي اكتر حاجه. فحكايه ان حد مش بيتنفس خالص او مش بينام او نفسه بيتقطع وهو نايم وبالنسبه له حكايه ان لحظه ان هو داخل ينام دي حاجه لعينه بالنسبه له، ويبقى كل مره بينام بيحس انه بيغرق وهيموت وكانه مش هيصحى تاني. حكايه ان انت توعده بامر الله ان بعدها مثلا بكام يوم هيبقى حاجه تانية وهيقول لك ان هو عمره ما تنفس كده في حياته. دي حاجه طبعا تبقى لحظه نشوه غير عاديه لما انت تسمع من العيان نفس الجمله بعد مثلا اسبوع او 10 ايام من العمليه. طبعا. فده شعور غير عادي بالسعاده لا يمكن تتخيله. اعظم الفلوس 100 مره. ما دي حقيقه. كل يوم واحد هيجي ينام مثلا وما كانش بينام بسبب القصه دي او بيتخنق، تخيل ان هو كل يوم وهو على المخده بيدعي لك علشان وضعه وحياته اختلفت. دي حقيقه. الموضوع ده بيخليك تقشعر طبعا. بيبقى طبعا هو دايما هو ده اللي بيخلي ربنا يسترها معاك والدنيا تمشي معاك كويس. عارف الاحساس ده انا كنت بحسه زمان لما بشتغل في ايام ما كنت بشتغل في جراحه العظام. اي حد عنده كسر بيترد بيرجع مكانه كويس ويرجع ايده سليمه ويدعي لك دعوه حلوه. اي حد بتعمل له عمليه في رجله بعد ما رجله اتكسرت تصلحها له يرجع تاني يقوم يمشي على رجله من تاني يوم بتحس ان انت انا فعلا عملت حاجه بجد. طبعا الحمد لله انا قدرت اساعد. هو دول المتعتين في الشغل بتاعنا. دي حقيقه. اول حاجه حكايه ان انت بتعمل فرق. الحاجه الثانيه ان دي الشغلانه الوحيده اللي انت بتاخد عليها ثواب يوميا من غير ما تدري. ولكن تيجي تبص بقى طب انت اولادك عايزهم يطلعوا نفس الشغل ما بتبقاش عايز لهم التعب ده. صعب. الاسترس اللي احنا شفناه من واحنا في سن صغير والمسؤوليه الكبيره اللي بتتحط عليك من وانت لسه برضو شاب صغير خالص. الموضوع مجهد ومش اي بني ادم يقدر يتحمله خاصه لو كان جراح. الجراح حاجه والدكتور حاجه. طبعا دي يعني الاسترس هنا مختلف تماما يعني مختلف خالص. فالموضوع بيبقى صعب بس يعني الحمد لله ونتمنى لهم يبقوا بس حظهم احسن من حظنا وخلاص. يا رب دايما يا رب. الرياضه اخبارها ايه في حياتك؟ والله زمان من وانا صغير انا كنت بلعب تنس طاوله من عندي برضو 6 أو 7 سنين. وقعدت العب لغايه يعني قعدت العب 17 سنه تقريبا وكنا وصلنا يعني كنا ندخل بطولات جمهوريه على طول.
وكنت اترشحت في سنه من سنين منتخب مصر لتنس طاوله، وكان احسن مركز حققته كان تامن جمهوريه تنس طاوله. بعد كده بقى طبعا دخلنا الجامعه ويعني اتلبخنا، وانت عارف مذاكره الطب تقيله وواحد بطل خالص. بعدين الشغل خلاك بطلت كل حاجه. بقى لي بقى فتره بسيطه كده رجعت بقى العب. دلوقتي بلعب بدل. حلو قوي. فانا كل يوم بخلص شغلي وعندي ساعه بالليل لازم ان انا بالظبط. المهم يكون في حركه. اولا حركه، ثانيا يعني بتخليك تنام كويس. الرياضه فعلا من الحاجات اللي بتخليك يعني الكواليتي اوف لايف عموما بتتحسن، والكواليتي اوف سليب بتتحسن. نومك بيبقى متصل، مفيش قلق، هرموناتك بتتظبط. طبعا الموضوع بيختلف تماما من غير اللي ما بيلعبش رياضه فعلا يعني. دي حقيقه. فالموضوع لطيف والله، مش يعني انا مبسوط منه جدا بصراحه. الحمد لله. دي حاجه مهمه جدا. الرياضه اليوميه انا بحسها من الحاجات اللي تعمل ستريس ريليف. بقيت حريص جدا حتى ان انا ساعه يوميا رياضه. بالظبط. والحمد لله بقى عندي المتسع ده بعد ما ابتديت اشتغل حر نفسي بيزنس شويه. انا مضطر ان انا استنى بالليل لما اخلص. لا يعني المدرب بتاعي هو اللي متعذب يعني، هو بيظبط وقته عليا. انا العكس بقى، بحب اليوم الصبح بدري، بعد كده اروح شغلي. والحمد لله. بس فعلا من الحاجات المهمه اللي اي حد لازم يكون حريص عليها طبعا، حتى لو بس هيصفصف الموضوع ان انت تتمشى ربع ساعه في اليوم. طبعا اكيد تفرق كتير جدا. اكيد طبعا تفرق كتير جدا فعلا. دكتور محمد حجازي، التغذيه السليمه رايك فيها ايه؟ والله انت عارف برضه مشكله شغلنا ان انت ما بتعرفش تاكل وتشرب بطرق مظبوطه. مشكله الاطباء كلها. طبعا مواعيد اكلك غير. انا مثلا مش باكل غير لما بخلص شغل. يعني شغلي باخده وان شوت. يعني لما بشتغل بدات حتى لو بادئ 8 الصبح مفيش حاجه اسمها ان انا بخرج من شغلي غير لما اخلص. فساعات بقيت باكل في الشغل، وده اولموست معظم الوقت. مفيش اكل هيلسي خالص. يعني قعدت فتره بس بصراحه قعدت سنه كنت مواظب جدا ان انا ما اكلش غير حاجات الفات فيها قليل والكارب قليل. وفي الفتره دي نزلت حوالي 26 كيلو وزن. ما شاء الله. كنت تعبان بقى، مرهق طبعا. كان في ارهاق غير عادي مع الخساسين. طبعا. فهو اللي نفعني فيه ان هو مستوى الكوليسترول اللي اتظبط، والدنيا ظبطت. بعد كده بقى يعني شويه تبوظ شويه تظبط. بس يعني المهم ان احنا نكمل ونستمر. يوم سهل. لو حد جه يسالك انا عايز ادخل كليه الطب، هتقول له ايه؟ حد مش ولادك، اي حد بعيد عنك. والله بص، اول حاجه اكون امين معاه. اول حاجه طبعا الشغل اسمى رساله في العالم من وجهه نظري. ولكن هي عايزه شخص من نوع خاص. حياتك الاجتماعيه هتتاثر، علاقتك باولادك ووجودك معاهم في اوقات كتيره جدا مش هتلحق تشوف مراحل حياتهم. هتفاجئ فجاه ان هم كبروا وان انت ما قضيتش معاهم طفولتهم لو انت كنت دكتور شاطر. دي حقيقه. فدي حاجات لازم الشخص يعرفها. الاسترس اللي انت هتعرض له، لكن مقابل كده وضعك الاجتماعي، مكانتك بين الناس، نظرة احترام الناس ليك بمختلف مستوياتها، الثواب اللي انت بتاخده في شغل زي ده، ان انت يوميا بتاخد ثواب وانت بتشتغل، دعوات الناس ليك لما بتقدر تعملهم حاجة كويسة. دي اهم حاجة. لازم تشرح للي قدامك المميزات والعيوب. ولازم تفهمه ان هو لازم هيبقى يعني لو ناوي يبقى دكتور كويس ما ينفعش يبقى حد عادي. فبالتالي ده يعني له ثمن كبير قوي. طبعا ليه ثمن كبير. طب ولو حد جه سألك قال لك انا والدي دكتور بس مش عايز ابقى دكتور، هقول لك على حاجه. الموضوع ده ساعات بيساعد. انا ساعدني بشكل شخصي طبعا. والدي وفر عليا سنين طويله جدا في الاول. زي ما قلت لك كنت بشتغل معاه وانا في الكليه. فقاعد بتعلم منه. فده فرق معايا. مثلا السنين اللي الواحد بيدخل فيها مثلا بتاعه التكليف والنيابه في الاول دي بتضيع من عمرك على ما تبدا. يعني بتضيع 3-4 سنين في الاول عشان تتعلم. دول الحمد لله انا اختصرتهم. حكايه ان وجود حد يخاف عليك ويحبك اكتر من نفسه ويكون في نفس مجال شغلك، طبعا ده ادفانتج كبيره جدا، خاصه لو هو كان حد كويس. طبعا دي مش بتفرق كتير جدا. مش عند الناس كتير. مش عند الناس كتير بالظبط. والحمد لله ان هي عندنا. يعني انا بعد والدي رحمه الله عليه سمعته بين الناس كانت بتخليني ان انا اروح اي مصنع اخد بضاعه اللي انا عايزها من غير تدفع فلوس، من غير ما ادفع، باسم الوالد. باسم والدي طبعا. خد اللي انت عايزه وبعد كده تعالى هات الفلوس في اي وقت. هو الفاميلي بيزنس ده من الحاجات اللي ليها مميزات في كده. مميزات في الحته دي، خصوصا لما بتكون السمعه طيبه.
ساعدني كتير جدا انه في علاقات اوريدي موجوده اقدر استخدمها، مظبوط. في اوريدي محلات موجوده اقدر اطورها. فعشان كده دايما فكره العمل او ان انت تكمل بعد اهلك وبعد والدك تحديدا ان انت تكمل سكته، انا بشوفها في اوقات كتير زي ما هي عايزة جهد وعايزة تفرغ، بس بشوفها في أوقات كتير خير وبركة طبعا. من الأهل ومن دعائهم. مظبوط. يعني خصوصا لما يكون الأب راجل يعني صالح ويعلم ولاده كويس، بشوف إنه دايما التعليم في الجيل التاني بيخلي الجيل التاني أوير أكتر بحاجات مظبوط. كتير ويقدر يطور. مظبوط طبعا. ودي حاجة أحب أقولها لأي حد اهله عندهم الفاميلي بيزنس. طبعا، لان انت بره انت بتاخد تجربه مختلفه، مالكش فيها خبره، ما عندكش فيها خبره، مش ضامن حد يعلمك بامانه. بالظبط. طبعا. فكره ان حد يعلمك بامانه يكون حريص عليك، ولسه هتاخد الريسك من اول وجديد. أيوة. في حاجه اوريدي اللي قبلك خدوا ريسك كتير وخلاص عرفوا الحاجات او البيزكس اللي انت تقدر تمشي فيها. انت مطلوب منك تطور فقط، بالظبط، مش ان انت تبدا وتعمل سمعه على نفسك من اول وجديد. طبعا بتوفر كتير جدا بتوفر كتير جدا. عشان كده الواحد بيراعي فعلا شعور اي اب سواء كان طبيب او مهندس او ايا كان يبقى عايز ابنه يكمل. ده حقيقي. من ورا عايز اسالك سؤال انا وانت مشتركين فيه. قول لي. محافظه دمياط اثرت فيك ازاي؟ انت عارف طبعا دمياط ميزتها من واحنا اطفال مفيش حد عاطل او مفيش حد ما بيشتغلش. كله عنده احساس بالمسؤوليه من هو طفل. مجتمع صناعي. طبعا، يعني حاجه يعني ده بيعلمك دايما ان انت ما تضيعش وقتك. القهوه دي انك او تقابل صحابك كده جزء ترفيهي في الاخر. بعد ما تخلص يومك اوكي مفيش مشكله، لكن لازم تشوف اللي وراك، يعني طبيعه ومكان والناس اللي حواليك طبيعتهم كلهم كده. كلهم عايزين يبقوا حاجة كويسة، وكله عايز يشتغل، كله عايز يبقى ناجح. فده خلاك يعني دايما عقليتك عقلية ناجحين. ودايما في مثل بيقول لك لو انت ماشي مع 5 يعني أغنياء هتبقى سادس غني، لو انت ماشي مع 5 مفكرين هتبقى سادس مفكر. وجود الناس حواليك كلها بتفكر بطريقة إيجابية وإزاي يطور من نفسه وإزاي تشوفه مجتهد في شغله وإزاي يعني ما كناش نعرف حد وحش أو نعرف حد عاطل أو نعرف حد مش بيشتغل. فده طبعا فرق معانا كتير جدا من وإحنا صغيرين في عقليتك. وأول نماذج من جوه البيت، يعني والدك كان عامل إزاي، تشوفه بيصحى الساعة كام، إزاي ما بيضيعش وقت. يعني أنا عشت ده طبعا. عشت ده. والدي كان يصحى صلاة الفجر وبعد كده نفس الكلام ساعة كان ينزل شغله. أنا كنت بس شوية ببدأ عملية الساعة 8. الوالد كان عندي بيبدأ الساعة 4:30 5 بعد صلاة الفجر. كان بيبدأ. أنا كنت يعني البايظ بالنسبة لي، هو كان شايفني بايظ عشان ببدأ الساعة 8 الصبح. أنا كنت أوقات كتير أصحى. طبعا والدي كان بيكون صاحي قبلي على طول. وأوقات كتير لو كنت اتأخرت في النوم أصحى على صوت المكن بتاع ورش النجارة اشتغلت. الناس بتشتغل بعد الفجر على طول. طبعا. مش كنت بشوف دايما من هم صغيرين أطفال وشباب زمايلنا كتير، يعني حتى كان لازم يشتغل في فترة الأجازة عشان مصاريفه. فأنا كنت ده بفتكره إن هو بخل من الأهالي أو لا اكتشفت إن هو عشان يعلمه ويحسسه بالمسؤولية منهم ناس من أغنى أغنياء الناس يعني. ومجرد ما الطفل ده بيكبر اتفرج عليهم النهارده من انجح البيزنس مان في مصر كلها. والقبض هناك بالاسبوع. ده يوم الخميس مفيش بالشهر. لا مفيش بالشهر. يوم الخميس. كانت طبعا حاجه علمت الناس من وهي صغيره ازاي تحافظ على نفسها وازاي تجتهد وازاي يبقى عارف ان مفيش حاجه في العالم هتيجي ببلاش وبدون مقابل. ده كان بيدفعه الاجتهاد وبيدفعه ان هو يشتغل. فطبعا لما بيكبروا بيقدر يطور من نفسه وعارف ازاي يعني اتحط على التراك بتاع انه يبقى كويس. افتكر وانا صغير كنت بنزل مع والدي الله يرحمه المحل. كنت احب جدا اشوف الصناعيه وهم بيركبوا المقابض بتاعه غرف النوم، وهم بيركبوا الازاز وبيعملوا الفينش بتاع الشريط اللي بيتحط حوالين الازاز. كنت احب جدا اشوف التفاصيل دي جدا جدا، وكانت تستهويني قوي. كنت احب اقف واحب جدا اشوف الموبيليا لما بتتباع وتيجي تتلف
التغليف بتاعها التغليف قبل ما بتاعها. تتحط. كان زمان التغليف لازم دبارة بيضة كده لازم. حوالين الورق. لسه على فكره موجوده. ما طبعا بقاش في حاجات قوي. احدث، بس طبعا في ناس لغايه النهارده الدبارة البيضة دي طبعا لسه موجود. ستيل موجودة لسه حلوة. موجود. من الحاجات اللي أثرت فيها، وكان دايما يلفت نظري، وكنت دايما أسأل والدي السؤال ده. كنت دايما أشوف عربيات كتير تعدي على كل ورش النجارة، تلم النشارة بتاعة الخشب دي في شويلة كبيرة كده. مظبوط. فبقى شايف الشويلة دي ومستغرب، طب هم بيلموا النشارة دي بيعملوا بيها ايه؟ ما خلاص يعني هم قطعوا الخشب والنشارة طلعت، ما خلاص هيستخدموا الخشب. طبعا تدخل في تصنيع تدخل وتدخل بقى في تصنيع ألواح تانية من الكونتر، والام دي وتدخل اف والكلام ده. MDF وحاجات كتيرة. الواحد يعني أثرت فيه من وهو صغير، إنه إزاي فكرة استغلال المادة الخام مظبوط. لحد آخر مرحلة، حتى الريسايكلينج. حتى ريسايكل. ما هو بقول لك يعني فعلا لما تيجي تشوف زمان كانت دمياط المحافظه الوحيده اللي هي بتدور على الحاجات دي عشان الريسايكلينج قبل اي حد. قبل اي حد. قبل أي حد. لان ده كان مهم جدا عشان اعاده الصناعه تاني مره تانية. اللي بيدخلوا الحاجات اللي بتطلع دي كلها في خامات الصناعات، حتى لو مستواها اقل شويه، بس ليها زباينها وليها حاجاتها وليها ناس. طبعا. ما كانش في زمان حتى واحنا عايشين في دمياط وانا صغير، ما كانش في حاجه اسمها اكل بره البيت. ده حقيقي. احنا كان البلد كلها اصلا بتقفل المغرب تقريبا. مظبوط. وما كانش فيها غير يمكن الصبح بس. انا فاكر كنت بروح اجيب الفول والطعميه من مطعم الفول والطعميه ده اللي كان فاتح، وكان بيقفل الساعه 1 الظهر او 2 الظهر. بعد 2 الظهر دي ما فيش حاجه اسمها مطاعم. دلوقتي طبعا الوضع اختلف. دلوقتي يعني طبعا الوضع بس اختلف. كان فعلا زمان بالليل ما كانش في حاجه تتعمل. كله كان بينام بدري عشان هيصحى بدري عشان شغل. لا بس يعني فعلا النشأة في مجتمع صناعي زي دمياط ده علمت الواحد حاجات كتير. طبعا. يعني علمت الواحد الالتزام من صغره بالعمل، وان انت تفكر ازاي ان انت تحافظ على كل المواد الخام وتستخدم كل المتاح اللي حواليك. بالظبط. يعني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وكمان كان زمان ما كانش فيه مناطق صناعية زي دلوقتي. اكيد. كانت الورش منتشرة تحت البيوت قوي. هو لسه في منها جزء، بس طبعا اتعمل في دمياط. حتى الدنيا اتغيرت دلوقتي اختلفت. مدينه الاساس، وفي منطقه صناعيه في دمياط الجديده، فالدنيا اختلفت كتير طبعا عن زمان. كل دي حاجات الواحد شافها وهو صغير فعلا اثرت فيه. اكتر موقف طريف حصل معاك؟ في الشغل يعني. انا دايما اي طفل بيدخل لي صغير يعني سن الست 7 سنين لازم اساله 3 اسئله عشان ما ياخدش باله وانا بعمل له المنظار ممكن يوجعه، فانا بلهيب بعمل له ديستراكشن يعني. فدايما بسال 3 اسئله: انت متجوز ولا لا؟ ده طفل 6 7 سنين. عندك اولاد ولا لا؟ هو ملوش علاقه هو جاوب في الاول متجوز ولا لا، كده كده هساله انت عندك اولاد ولا لا. فبيبقى طريف جدا من الاطفال الصغيرين، ممكن يقول لك لا انا مش متجوز، ويقول لك عندي اولاد ويبدا يقول لك اسامي اخواته. فده موصلي بلاقي كل الاطفال بتعمل كده. السؤال الثالث: انت بتشتغل ايه؟ فلو قالك ما بتشتغلش تقول له ما انت جايب فلوس منين او جيت تكشف ازاي، تقعد تدخله في حوار طريف كده عشان تقدر تخليه او تضحك عليه بس لغايه ما الموضوع يعدي، ما يحسش بالالم او ما ياخدش باله انه يبقى بانيك عنده بانيك وانت بتعمل اي بروسيدير يعني. كان في طفل شكله ما نساهوش يعني، طفل كان عنده 7 سنين بس شكله وكيل وزاره، داخل نظاره عظم تخينه وحاطط ايده في جيبه ولابس جاكيت وقافل الزراير لغايه فوق ولابس كرافات تحت الجاكيت. فده كان المفروض ده اولى واحد اساله انت متجوز ولا لا. ده منطقي يعني. فكان عنده حوالي 5 سنين تقريبا او 6 سنين. فبقول له انت متجوز؟ قال لي هو حضرتك عبيط؟ فبابا قعد يزعق له جدا وانفعل عليه وقال له ولد تحترم نفسك. قال له ما هو عبيط جدا يا بابا، في حد يسال حد عنده 5 سنين انت متجوز ولا لا؟ قال له هو انت عندك حق بس ما ينفعش كده وما يصحش ومش عارف ايه. فالمهم قعدت اضحك وعجبني الموقف جدا يعني، خدت الموضوع بلطف واديته بونبوني وبتاع وتمام. فانا مش قادر ابطل ضحك من ساعه ما خرجوا. فالحاله اللي بعده داخله طفله صغيره فبقى انا من كتر المواقف عجبني بحكي للناس اللي بعدهم. فانا بقول للبنت برضه انت متجوزه ولا لا؟ عندك اولاد؟ بتشتغل ايه وبتاع؟ ساكته وما بتردش عليا وبتاع. فانا بقول لهم ده والله الولد اللي قبلكم لسه خارج قال لي كذا كذا كذا. راحت البنت بصالي وقال لي والله يا عمو انا كنت هقول لك كده بس خفت تكتب لي حقن. فده كان من الطف المواقف اللي اتعرضت لها في حياتي بصراحه. كان موقف لطيف. اديتها بونبوني مرتين بقى. مش مرتين يعني. مره عشان هي ما هزقتنيش، والمره الثانيه عشان يعني طلعت صريحه وقالت لي في الاخر. الموقف الثاني مره اول خالص ما بدات اشتغل كنت لسه امتياز. كنا في مستشفى دمياط التخصصي، فانا عمري في حياتي ما خدت غرزه حتى.
ففوجئت لقيت واحد داخل متعور ورجليه مفتوحه ومحتاج ياخد غرز كتير، والواد عمال يصوت وشايلينه وعمال يصرخ صريخ رهيب جدا. فانا داخل، طب انا مرعوب، انا اول مره، انا ما شفتش في حياتي ده غير يعني شفت ناس بتعمل وقالوا لي يعمل زيهم. فالموضوع بقى كان طريف خالص يعني. دخلنا الولد جوه فبحين له البنج الموضوعي لسه في الجرح، عمال يصرخ جامد. قلت له انت بتزعق ليه؟ قال لي معلش يا دكتور سامحني اصل اول مره اتخيط. قلت له اعمل زيي. قال لي اعمل زيك ازاي؟ قلت له انا اول مره اخيط ومش خايف. ايوه المواقف الطريفه دي. في مره حصل لي موقف مع مريض جالي ايام ما كنت بشتغل جراحه عظام. جالي مريض بيشتغل كهربائي وهو واقف على السلم وقع، رجليه اتكسرت. جه كشف، عملنا الاشعه، عندك كسر، انت محتاج عمليه تثبيت للكسر. طيب حاضر يا دكتور. دخلنا عملنا العمليه. طب يا دكتور انا هتابع بعد قد ايه؟ قلت له كل اسبوعين هنيجي نعمل اشعه لحد ما نتاكد ان الكسر التئم. تمام. فالمهم مع المتابعات قلت له احنا الحمد لله ربنا اكرمنا وعملنا عمليه وحطينا ثبتنا الكسر في حاجه اسمها اسلاك معدنيه. بعد 6 أسابيع الكسر التئم. فبقول له كده تمام. قال لي انا كده يا دكتور اقدر انزل الشغل عادي؟ قلت له طبعا تقدر تنزل عادي، ده لازم بقى تنزل وتتحرك وتمشي رجليك، ما ينفعش كده. طب يا دكتور بالنسبه للشغل ايه النظام؟ قلت له ايه نظام ايه؟ مفيش حاجه، ينزل يشتغل. طب يا دكتور انا كهربائي وحضرتك حاطط لي سلك. قلت له لا يا حبيبي ده مالوش علاقه خالص، ده حاجه هيكهربوا جواك مش هيبقى فيها مشاكل خالص. فدي كانت مواقف لطيفه جدا، قعدت اضحك عليها ضحك يعني، كانت ومش هنساها الى الان. بتاعت انا كهربائي شيل السلك اللي في رجلي. دكتور محمد حجازي نورتني النهارده في بودكاست شريف واصحابه. يا رب يكون كنا خفاف عليكم، ويكون ضيف النهارده اضاف لنا واضاف لكم يا رب ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. نورتني حبيبي، ربنا ما يحرمنيش الله منك. يكرمك يا حجازي. انا مبسوط ان انت جيت لي والله. حبيب قلبي والله. ربنا يا رب يكرمك يا حبيبي.